يوزرسيف، ادخل علينا. كان بدل بناء كل هذه المخازن أن نقوم بادخار الحنطة في مخزن واحد، لكن عندها كنا سوف نبتلي بما ابتلي به الخماه كبير كهنة مصر من فساد القمح. أجل، هذا هو السر الذي لم أفص عنه لأحد طوال 5 سنوات، السر الذي علمني إياه ربي. لا يزال لدينا الوقت الكافي لبناء المخازن من أجل ادخار القمح. كاهن فطن، كان علي أن أمنع الكهنة والمتمكنين وأصحاب الثروات من وصل الآن 25 شاحنة إلى مدينة إدلب محملة بالقمح العراقي، وهي هدية مقدمة من الشعب العراقي إلى الشعب السوري. يتم الآن تفريغ هذه الشاحنات في صوامع مدينة إدلب من قبل إدارة مدينة إدلب التابعة للحكومة السورية. كما نشاهد الآن رتل كبير من الشاحنات وهي مقدمة من الشعب العراقي إلى الشعب السوري كما نشاهد. كان معكم أحمد حموش للثورة الخبر من داخل مدينة إدلب.